حكايتنا النهاردة عن واحدة من أول وأهم المصادر المصرية اللي أشارت للليبيين ومعاركهم مع المصريين، وهي صلاية الليبيين أو صلاية الحصون والغنائم أو لوحة التحنو. الصلاية دي موجودة في المتحف المصري وبيرجع تاريخها لسنة 3100 إلى 3000 قبل الميلاد، مصنوعة من حجر الشست ولقيناها في منطقة أبيدوس. في البداية الصلاية كانت بتستخدم لطحن الأصباغ المعدنية والكحل، وبعد كده استخدموها لتسجيل الأحداث التاريخية. الصلاية ليها وجهين، أول وجه منها هنلاقي فيه 3 صفوف وتحتهم شوية شجر. الصف الأول عبارة عن ثيران متسعة العيون، والصف التاني عبارة عن صف من الحمير، الصف التالت عبارة عن صف من الكباش. تحتهم بنلاقي مجموعة من أشجار الزيتون وجنبهم علامة عصاية مغروزة في الأرض اسمها تحنو. التحنو ده يا سيدي إقليم غرب الدلتا وبيمتد لحد ليبيا. نيجي للوجه التاني من الصلاية، وده هنلاقي فيه مناظر بترمز للسلطة الملكية وهي بتهجم بالفاس على أسوار مدينة محصنة زي الصقر وزي العقرب، وده كان معنى توحيد البلاد قبل الملك نعرمر. وبس كده، دي كانت حكايتنا عن صلاية الليبيين.